الراجل ده ملياردير هندي مات بأغرب طريقة ممكن تشوفها في حياتك. يوم 12 يونيو اللي فات كان الملياردير الهندي المعروف سانجاي كابور بيلعب رياضة البولو في انجلترا، واللي ما يعرفش فالرياضة دي بيلعبها بس صفوة الصفوة في المجتمع، يعني مش لأي حد. المهم عمنا سانجاي كان بيلعب ومبسوط وسط جمهور كبير وكل حاجة ماشية عادي. فجأة وهو في عز اللعب وقع، فالناس جريت عليه لقوه بيتنفس بصعوبة، ورغم وصول الإسعاف بسرعة إلا إنهم ما قدروش يلحقوه ومات. بس إيه السبب؟ التقارير بتقول إن سانجاي مات لأنه بلع نحلة. لكن ازاي؟ هو في نحله بتموت؟ سانجاي بعد ما بلع النحله من غير ما ياخد باله النحله لسعته في حلقه، واللسعه دي دخلته في حاله اسمها صدمه تحسسيه مفرطه او انافليكتيك شوك، ودي استجابه مناعيه عنيفه جدا، ومعناها ان جهاز المناعه دخل في حاله طوارئ. بتحصل لبعض الناس لما جسمهم يتعرض لحاجه هم عندهم حساسيه منها زي لسعه النحل مثلا. وقتها الجسم بيبدا يفرز مواد كيميائيه بسرعه، وبعدين يحصل تورم، ضغط الدم ينخفض فجاه، والقلب ممكن يقف في دقائق لو ما لحقوش الشخص بسرعه. وده اللي حصل بالظبط مع الملياردير الهندي. وبس، لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل فولو. سلام.